السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة فيديوهات الرسالة اللي وعدنا حضراتكم بيها، مكملين في آيات سورة الأعراف. معانا النهارده الآية رقم 28. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. دي كانت آيات النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. حلقة النهارده بتتكلم النهارده على في بعض الصفات اللي ربنا بيتصف بيها عز وجل، وهي القيام بالنفس. هما في حوالي 5 صفات كده، هنتكلم بأول صفة النهارده منهم، وهي القيام بالنفس. يعني ايه قيام بالنفس؟ ودي صفات يعني بتثبت جلال الله عز وجل وعظمته، ان هو بينفي عن انه محتاج لحد. القيام بالنفس يعني ربنا من قديم الأزل وهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. طب احنا ليه اخترنا الصفة دي، أو ليه ربنا أثبت الصفة دي لذاته؟ لأن لو حصل الصفة العكس لما جاز ذلك في حق الله عز وجل. لأن ربنا سبحانه وتعالى في صفات هو اتصف بيها عشان عكسها لا يليق به، فكان لازم يتصف بهذه الصفة. القيام بالنفس، ربنا ما بيحتاجش حد أبدا. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، مفيش، هو متفرد بقيومته بوحدانيته بجلاله بعظمته. كل المعاني دي بتحط في القلب كده شعور بالاطمئنان، شعور بالتفكر، شعور بالعظمة، شعور انك انت دايما في كنف اله رحيم قوي عزيز مهيمن قادر، له في كل شيء حكمة وله في كل شيء عبرة. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.